نقول بسم الله. تحياتي ليكم يا جماعة، منورين. باختصار قصة سريعة مختصرة، مضمونها بيقول راح للعرافة عشان تفتح له البخت. قالت له هو انت لسه قاعد على التخت؟ لو انت معرفتش ان انت اتسرقت وخدوا الشغل والحاجة وطلعوا بيها على اول يخت. اختي يعني يا جماعة، حسبي الله ونعم الوكيل اولا، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل تروح وراهم عشان تقول الحق اللي ممكن الحقه، ولا تقعد وتقول مش هعمل حاجة ومش قد الخطوة دي وتستسلم؟ ولكن السكت عن الحق الشيطان أخرس. فهو مرحلة شوية بتمر فيها تخبط، ان انت تاخد immediate action او قرار سريع او تتأنى. ولكن دي يعني نتشاور ورأيكم يهمنا طبعا، ولكن بشكل عام الأكيد بنسبة 100% يعني كمان ربنا سبحانه وتعالى إن الغلط غير مقبول بالمرة، ولا يمكن إن الإنسان يقبل ويسكت عليه أو بيه تحت أي ظرف كان. حتى لو قعد كده يناجي ربنا ويعد النجوم في السماء، هو ده مش نوع من انواع الاستسلام، هو بس ما هو الا يعني ده المتاح حاليا. ما عدا ذلك ربنا يهونها علينا جميعا ويخبط الظالمين في الظلم ويخرجنا سالمين، وكل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، والحافظ والحامي هو الله. شكرا لكم.